إلى الملحمة الكبرى، آخر معركة يا أخوان ستكون على هذه الأرض. الملحمة الكبرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه المعركة: تحدث فيها مقتل لن يسمع ولم يسمع بمثله قط، بالقتال الذي سيحدث أبدا، قتال عجيب وسنرى ذلك الآن. تخرج الملحمة، يجمعون، أين ينزلون؟ قال: ينزلون في دابق أو الأعماق، أعماق من أنطاكيا في تركيا إلى مرج دابق شمال حلب، إلى مرج دابق شمال حلب. المسلمون أين يكونون؟ قال عليه الصلاة والسلام: فسطاط المسلمين يوم الملحمة في الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق، ودمشق لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المعجزات. في الغوطة مقر القيادة العامة للجيش المسلم بقيادة المهدي عليه السلام، سيكون في الغوطة يا أخوان قرب دمشق. فيلتقون أين؟ في مرج دابق شمال حلب قريبا من تركيا، في معركة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتون تحت 80 راية، الله أكبر، 80 راية، 80 دولة، تحت كل راية 12,000، يعني عدد الجيش كم؟ 960,000، ما يقارب 1,000,000، ليقضوا على المسلمين. فيخرج لهم أهل الإسلام، ويأتي جيش من المدينة، هم خيار الناس يومئذ، خيار المسلمين. يخرج لهم جيش من المدينة، يتوجهون إلى بلاد الشام، إلى هنا. القتال يستمر إلى 4 أيام. اليوم الأول يشترط المسلمون شرطة للقتال، يعني بيتبايعوا على الموت، يا من موت يا من انتصر. فتخرج كتيبة من المسلمين، قال: فيقتتلون هن والروم حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء، يعني بيرجعوا وليس بينهم غالب، ما حد بيغلب الثاني. هذا أول يوم. وتفنى الشرطة، الله أكبر، يعني بيموتوا كل المسلمين اللي طلعوا شو أول مرة، الكتيبة الأولى كلها تقتل. ثم في اليوم الثاني يشترطون شرطة للقتال، أيضا يقتتلون، فلا أحد يتغلب على أحد، وتفنى الشرطة، يموتون يستشهدون. ثم في اليوم الثالث أيضا يشترطون شرطة للقتال، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، مقتلة عظيمة، تصوروا، من الصباح إلى الليل. فتفنى الشرطة، كلهم يقتلون يستشهدون في سبيل الله. وفي اليوم الرابع يقوم، قال: نهد إليهم أهل الإسلام، يقوم ما تبقى من المسلمين، فيفتح الله عليهم، وتحدث في الروم مقتلة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمر الطائر من فوق الجثث فلا يخلفهم حتى يخر ميتا. الله أكبر، كم أعداد القتلى ورائحة النتن. قال: الطائر العصفور يمر من فوق القتلى لا يخلفهم حتى يخر ميتا، مقتلة عظيمة. ينتصر أهل الإسلام.